مرحبا أصدقائي الكرام، أينما كنتم أحييكم بتحية الإسلام معطر بالفل والورد الياسمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نحن مع الكابوس مثل ما وعدناكم كل أسبوع. أحلى مقطع لراس الكابوس. ارحب ترعيب المطر بكل الشباب الطيب اللي وصلوا اليوم معانا استضافة أكرم عقاد حبيبي. أكرم عقاد حياكم خالد، الناس مرحبا في الناجحين بيتك الثاني. حبيبي حبيبي الله والله يسعدك. كابوس. الناس الناجحين في أوروبا حبيبي والله. طبعا حبيبي. أنا قاعد أتكلم مش مع مواطن يمني، قاعد أتكلم مع مواطن هولندي مع الجواز الأوروبي. هنا يا شباب جاني حسد الغاب بشتغل بقول لك شغلة كابوس. 3 مليون. تفضل يا عزيزي. الانتماء للوطن مهما أخذت أي جنسية في العالم. كيف انتماء الوطن؟ يمني وسأبقى يمني وسيبقى نبض قلبي. تضحك على من يا حبيبي؟ والله العظيم انا لو عندي جنسيه هولنديه انا اسحب على اليمن. ايش عندي؟ لا والله. الوطن ممكن انت ما عشت في اليمن وما تربيتش هذيك ما تمرمطش في وطنك. انا تمرمطت، وهذيك المرمطه جابتني في اليمن. يا حبيبي لا تبيع المويه في حرف السقايين. والله انت العظيم. انسان معاك جواز هولندي، انت تمثل الدوله الهولنديه. انا امثل اليمن يا اخي عيب عليك والله العظيم. انت لما تسافر الجواز ما حلفوك باليمين قالوا لك كذا احلف؟ لا هو عندك يمين انك لا تخون القانون فقط، ما قالوا لك لازم تتخلى عن جنسيتك الاساسيه او قالوا لك لازم تصير مسيحي او كافر. لا، يمين. اليمين اللي حلفته فقط من اجل الحفاظ على القانون فقط، لكن انتمائك لوطنك حتى هم يقولوا لك انت يمني، فلازم تحافظ على عاداتك وتقاليدك. اسمع اكلمك جد والله العظيم. هذا اللي صار. انت بكره حتاخذ الموضوع ده وراح توصل له، حتقول كلام اكرم عقلان في السليم او مو في السليم. يا اخي انا جاني خبر انك انت بعت القضيه اليمنيه ومش سلكت امورك. يا اخي اعتبر الكاميرا هذه زي البتاع. والله العظيم يا شباب، وانتم ما حلفتوا اليمين. أيوة. انتمائي الوطني 100%. اقسم بالله اليمن دائما غالي. تدري ايش قال علي والوطن دائما غالي. تدري ايش قال علي عبد الله صالح الله ايش يرحمه؟ قال؟ وفتحنا النوادي. قال علي عبد الله صالح وفتحنا النوادي والمدارس الثقافيه والملاعب الاولمبيه والجامعات والكليات، لكن الشعب ايش يخزن من الاخير. دي 1-0. لكن بغض النظر والله بغض النظر الإجراءات والبنات والعالم مستحيل يغنيك عن انتمائك لوطنك. حطها في بالك. ممكن أنت عشان عشت في دولة، أنا أعيدك 100%. أنت ما عشت في اليمن، أنت ما تربيت، ما تمرضغت في هذا الوطن. فلو قلت لي أنا انتمائي 70-80% للمملكة العربية السعودية، فأقول لك من حقك. الله السعودية أقسم بالله والله العظيم لو تلف العالم كلها أقسم بالله يا شباب ما تحصل زيها السعودية. يعني تخيل أنا عندي أهم شيء بطني، أهم شيء مطعم بخاري موجود. جهزت لك المطبخ والمونة مدري التموين ده اللي زعقتنا فيه موجود في المطبخ. روح البيت. والله يا شباب في هولندا انك لو تجوع الساعة 1 في الليل ما تحصل اي مطعم فاتح، تاكل صح زق وتنام هنا. هذه صح. طبعا النظام في هولندا معروف الساعة 6 كل الناس تسكر، بالذات في المدن اللي غير امستردام. 24 ساعة. امستردام سياحية زيها زي دبي. المواطنين اللي موجودين في دبي، المواطنين اللي موجودين في الامارات اللي في العين ولا في الشارقة ما يقدر يروح دبي دي غالية سياحية. هكذا امستردام. هذه امستردام زي كذا. السياح اللي يجوا لها انت اشكالك كلاجئ ما ادري، تقعد في القرية تعيش في مناطق روتردام دنهاخ وما ادري ايش، تقعد تفرج اوتريخت الواردن خرونيجنا بريدا عند هوفن. ايه ويطلعوك قطار وتقعد ماشي فيه يسرح. ولو ما دفعت حق القطار اخذت مخالفه و60 اليورو اللي يجيبوا لك اياها في الكم. راحت عليك. والله يا شباب انها معاناه، بس اكرم يحب يوضح لكم الحقيقه لكنكم ما تستمعوا. شوف يا شباب، اوروبا فيها ايجابيات فيها سلبيات. دائما الكابوس يتوجه منظوره او يحط عينه على السلبيات. انا احط على الايجابيات. انت انسان ايجابي صراحه، انت تحب الايجابيه ودائما
تنصحنا بالخير، دائما تنصحنا بالايجابيه، لكن انا بالنسبه اللي اشوفه قدامي سلبي وكرهته وضايقت منه وندمت اني جيت اوروبا عشان اصور ولا افكر في احد. ان شاء طيب. الله ما يعطوني اقامه ارجع اليمن. ممكن اقول شغله؟ ممكن اقول شغله؟ والله. طبعا. دقيقه، 1 2 اكشن، قول. انت جيت من بيئه، انت مواليد السعوديه حلو. وعشت في السعوديه وعشت في نعمه ونعيم وكان عندك كل شيء. فلما تجي لاوروبا تختلف الوضع، تقول لك اوه انا كنت في نعمه وعايش اموري بالسليم، من سياره من بيت من لما العائله. اوكي انت معك حق، انت اللي تقدمه، انت تقدم شيء صح، واللي قدمه انا برضه تقدم شيء صح، لانه انا جيت من بيئه اقسم بالله العظيم اكل خبز ل7 ايام. انا من اسره فقيره، فهمت كيف؟ فهذا نورمال انه انت ما عجبكش الوضع. اوكي، طالع الكاميرا ما عجبوش الوضع، فمن حقه يتكلم ويتغنى بالاشياء اللي يعني يلاقيها قدامه. وانا بالشيء الوحيد انه انا في اليمن وفي قريتي وفي ديرتي ما عشت العيشه اللي عايشها الكابوس. فانا لما اجيب انا الايجابيات، انا اتمنى هذه الفرصه من دراسه، من حياه، من نعمه. بالنسبه لهذا الشيء انا اوكي، بالنسبه لهذه انا مقتنع فيها وعايش واجيب الايجابيات. طالع في الكاميرا. ايوه. وانت كونك جاي من السعوديه، والسعوديه بلد خير، ما في واحد من السعوديه يقول لك انا طالع من السعوديه. في ناس كثير ندمت ليش طلعت اوروبا، كانت عايشه وعندها رواتب، عندها كل حاجه في المملكه العربيه السعوديه، وجاي هنا وندمت يقول لك انا كنت في السعوديه عايش امير، وهنا في بسكليت وامسك سياره على حبه صامولي، ولا اقعد لك على الباص وعلى القطار وما اطلع سياره. في السعوديه عندي سيارات. فهذا نورمال يا اخي، انت اللي تقدمه صح وانا اللي اقدمه صح. ليش؟ لانه كل واحد يطلع ما في قلبه، ايش الحياه اللي كانت قبل وايش الحياه اللي كانت بعد، وانت كمان ايش كانت حياتك قبل وايش كانت حياتك بعد. والله يا شباب الجواز الهولندي اللي قاعد يهايط فيه وقاعد يصور فيه، اقسم بالله يا شباب انه عباره عن دفتر وحاطين له صوره بالورق اليابس هذاك. اجيبه ما يحتاج تجيبه، انا بوصل له بالهرجه كذا ورقه يابسه. اهم شيء الانتماء للوطن يا حبيبي. ها والله يا شباب ما يقدر يتحرك فيه ولا يقدر يسوي شيء. معك فلوس تحضن تبوس، معك تروح كل الدول، معك جواز تاكل زق وتجلس في بيتك وتاكل بيض ولا تقدر شكشوكه. والله يا شباب الجواز ما منه فايده. والله من قد. شوف انا بقول لكم شيء يعني فلوس. بجيب لكم زبده من موضوع الجواز. الجواز اذا عندك فلوس والله تستطيع تسافر وين ما تريد. ما عندك فلوس كانك في اليمن السعيد وهي في اليمن الحزين في الواقع. يعني على الاقل الجو مساعد، المناظر وكذا. ايوه بس فقط نحن عايشين. شوف تفقد الشمس. بقول لك شغله، انت في اوروبا عباره عن جنه بالامانه، جنه في جوها في بيئتها للسائحين، لكن تعيش في هذا البلد اول سنه بتمشيها اوكي. انا 6 سنين في البلد، اوكي 6 سنين وعايش في اكتئاب. بالله اعطينا دموع رياكشن. ما في رياكشن، في اللي في القلب يطلعه. بالله يكفى والله العظيم ما في. تبغى اعطيك انا واحده؟ ما تعطيناش واحده، خليها لبكره بنحتاج لها. فهذا يا شباب الوضع والله. يعني اذا انت عايش في بلدك في نعمه ونعيم، الشمس تخيل 6 7 8 يومين خرجت، اللي امس واليوم خرجت. لا مو اليوم، اول ما خرجت اول امس مقطع، اول امس في شمس. فانا فرحان لما يكون في شمس. انت شايفنا كل يوم وانت انا افرح اروح اصور فيها. شايفنا كل يوم استخدم فيتامينات. والله لو ما استخدم الفيتامين دي وفيتامين سي وبي 12 هذا عشان المناعه وعشان الفيتامين دي موجوده في الشمس. فلما تكون مش موجوده في الشمس فانت تشربها، يعني تعوض على الشمس بفيتامين دي عشان ما تصاب بالاكتئاب. لانه اكثر الناس الاوروبيين كلهم مصابين بالاكتئاب. كل واحد يشتكي من هذا الحال. السويد اقوى. ليش؟ عاد الشمس في السويد ما تجي يا حبيبي، عندهم الصيف عندهم اسبوعين. لا عاد احنا في هولندا الحمد لله قسما بالله يا شباب والله العظيم الشمس تلعب دور كبير في حياة الانسان. فلما يكون ما في شمس في يعني هذه البشرة بالله، هذه البشرة سوداء فحم. اشوف بشرتي انا والله العظيم. عاد انت ابيض، انت ممكن ما تستخدمش فيتامين دي، خلينا نستخدم. فهذه البشرة تعودنا على الشمس على درجة الحرارة 50. فكنا 50. شوف 50 هنا خرج. يقول لك لو تبغى الكلام الملمع تعال عند صليعة نتسمى. الله تعال عندك سليم يعطيك. لكن يا شباب حبينا نطلع لكم ما في القلب. المهم
اسال الجمهور اذا تبغوا مقطع جديد نتكلم ايوه فيه اذا تبغوا اي ونقاش. اسئله اكرم جدي انا تقوى انا سو لا بهلا. في بعض الاشياء الانسان يكون فيها جديه عشان ما تحس ان الجمهور قاعد يتسلك له، فلازم تتكلم بجديه في مواضيع في ناس يعني تحتاج معلومه. أعزائي الكرام، لا نقول لكم وداعا بل سنعود لكم مرة أخرى في مقطع جميل وتستفيدوا وتضحكوا ونستمتع مع بعض. أوكي؟ لا تنسوا السبسكرايب، راح أحط قناة الكابوس تحت في الوصف، وضيفوا يستاهل كل خير، وكمان ضيفوني إذا أردتم ذلك. فتحياتي لكم جميعا، وإلى هنا تنتهي في أمان الله. حلقتنا لهذه الليلة. لا تركزوش على البنطلون، ماشيين على الموضة. وإن ينصركم فلا غالب عليكم يا شباب.